أسعد الله مساءكم بألف خير أينما كنتم، وأهلا ومرحبا بكم في هذه النشرة، والتي نبدأها بأبرز العناوين. إصابة 37 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. جهود فعالة لتوفير المياه في الإقليم الأوسط. حاكم إقليم الكاشبركة يلتقي سكان كركبات. نيجيريا تشهد خطف 136 تلميذا. الجيش الأمريكي يقر بمقتل 23 مدنيا في عمليات نفذها حول العالم. سريلانكا تستعد لمواجهة كارثة بيئية مع غرق سفينة محترقة. أهلا بكم. إعلان وزارة الصحة. أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات المخبرية التي جرت اليوم الثالث من يونيو في مراكز العزل بالإقليمي الأوسط وعنسبة صارت إصابة 37 مواطنا بفيروس كورونا، وظهرت 32 من الإصابات في أسمرة بالإقليم الأوسط وخمسة في كرم بإقليم عنسبة. في غضون ذلك شفي 5 مرضى كورونا، 3 من إقليم الكاشبركة و2 من الإقليم الأوسط. وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 4182، شفي منهم 3860، وتوفي 14 مريض كورونا، فيما لا يزال 308 مريض يتلقون العلاج في المستشفيات. وزارة الصحة الثالث من يونيو لعام 2021. أعلن قسم المياه في الإقليم الأوسط تنفيذ برامج تنموية وأعمال بنى تحتية كبيرة لضمان توفير المياه في العاصمة أسمرة وضواحيها. وأوضح ممثل مكتب مياه الشرب النقية في القسم المهندس أبيل كفلاي وجود سدود عد شاخة وميسروة وفلينكي وعلى نهاب ومي نفحي قبل الاستقلال تحجز حوالي 34 مليون متر مكعب مياه. وشيد بعد الاستقلال سد توكر الذي يحجز 14 مليون متر مكعب مياه ليرفع كمية المياه المحجوزة إلى 48 مليون متر مكعب. وقدرة تنقية المياه العمومية 44 ألف متر مكعب يوميا. وذكر تبديل أنابيب المياه القديمة بأخرى جديدة بطول 45 كيلومتر وسعة 100 إلى 350 ملم، مشيرا إلى مدى الأنابيب البلاستيكية بقطر ما بين 200 ملم وحتى 3/4 بوصة من سد طوكر ومركز تقنية المياه بطول حوالي 160 كيلومترا. وأشار إلى إرساء مشاريع مياه الشرب النقية بتكلفة 20 مليون نقفة لقريتي عد سكدو ودعر قولوس، مع توزيع قطع الأراضي السكنية للأراضي الملكية الطيسة في ضواحي أسمرة، وتقديم خدمات المياه من سد عد ماي نفحي بمحطات التوزيع لأكثر من 51 ألف مواطن في 10 قرى في مديرية قلة نفحي. وأوضح قيام القسم بالتعاون مع مشروع الدهولو في الفترة ما بين 2017 إلى 2021 تركيب 21 خزان مياه سعة 150 إلى 1200 ملم مكعب مياه لضمان توفير المياه لأسمر وضواحيها. ومد الخطوط الكبيرة والمضخات ليستفيد منها حوالي 180 ألف مواطن بتكلفة بلغت 31 مليون نقفة. وأكد قسم المياه أن العرض والطلب غير متوازن رغم تنفيذ المشاريع الكبيرة، لذلك تستمر الجهود حتى إيجاد الحل الجذري. التقى حاكم إقليم الكاشبركة ممثلي سكان مديرية كركبات بهدف تعزيز برامج التنمية. وأوضح السفير محمود علي حوري في اللقاء الذي جرى في إجماهيت بمشاركة ممثلي سكان وأعيان وضواحي أكيدا وهاواي وهراريب وأجاميت أهمية المشاركة الشعبية لإنجاح المشاريع والحكومية الجارية لتحسين الحياة المعيشية للمواطنين. وذكر الوضع الجيد من جهود إرسال الخدمات التعليمية والصحية والمياه والمواصلات، ومن المهم الوعي الشعبي للمشاركة المتساوية للجنسين في التعليم. وأشاد السكان بالجهود الحكومية لحل مصاعبهم، مؤكدين تقوية المشاركة.
أعلنت إدارة الإقليم الأوسط منح الاهتمام الكبير لإرسال نظام معلومات دقيق لدوره في فعالية تنفيذ برامج التنمية. وأوضح مسؤول قسم الإحصاء ونظم المعلومات الجغرافية السيد تيدروس تخليه إلى أن جمع المعلومات وفحصها وتحليلها وتقديمها إلى الجهات الحكومية العليا من المهام الرئيسية للقسم. وقال إن إدارة الإقليم الأوسط أدخلت عام 2003 جهاز معلومات مركزي، وبدأت العمل بتأطير شبكة 13 مديرية في مدينة أسمرة وقسم التنمية المعمارية في ومكتب السجل الشعبي والإيرادات الضريبية وإيجارات البيوت وغيرها. ويجري العمل لإدخال 3 مديريات ريفية في شبكة نظم المعلومات. ودعا لتسجيل المواليد في الإدارات الموجودة في المحيط في غضون 3 أشهر، ويوجد برنامج توعوي عبر وسائل الإعلام لرفع الوعي الشعبي بذلك. قدم مكتب وزارة التعليم في مديرية الدقة هدايا تشجيعية مختلفة ل 120 طالبة في مرحلة المتوسطة في إطار جهود مواصلة المرأة التعليم حتى المستويات العليا. واشتملت الهدايا المقدرة ب 84 ألف نقفة اللوازم الدراسية والدراجات وغيرها من المعدات المرتبطة بالحياة. ودعا مسؤول الخدمات الاجتماعية في المديرية السيد قبر الثلاثي قبر برهان الإناث لبذل الجهد لمواصلة التعليم لأعلى المستويات إدراكا للدعم والتشجيع المقدم، مؤكدا تقديم إدارة المديرية كل الدعم اللازم. أفاد الكادر الصحي في مديريتي ابن حيلي وعدخالة مواصلة أنشطة الصحة البيئة لمكافحة الأمراض الناتجة عن نقص النظافة. وأوضح مسؤول المركز الصحي في مديرية ابن حيلي الممرض برهان كيداني أن أنشطة التوعية ساهمت للدفع بأعمال إصحاح البيئة وإصحاح 78 قرية بيئتها. من جانبه أوضح خبير الصحة العامة في الإقليم الجنوبي السيد كيداني أصفهان حماية مصادر المياه من التلوث من ضمن المهام. وأفادت المديرية التنفيذية لإدارة مديرية ابن حيلي السيدة ترحاس فقادو أن جهود تبذل إصحاح بيئة 106 قرية. وذكر مكتب وزارة الصحة في مديرية عدخالة أن الأنشطة المماثلة الجارية تحقق نتائج مرضية. وأوضح مدير المديرية السيد عند مسقل حنوم تنفيذ 60% من القرى إصحاح البيئة. الأخبار العالمية بعد هذا الفاصل القصير. أكدت السلطات النيجيرية أن مسلحين خطفوا 136 تلميذا من مدرسة مطلع الأسبوع الجاري. وكانت حكومة ولاية النيجر قد أفادت أولا بوقوع الهجوم على المدرسة في بلدة جينيا، لكنها لم تذكر عدد التلاميذ المخطوفين. وتزرع عصابات مسلحة يطلق عليها محليا اسم قطاع الطرق الرعب في أوساط سكان شمال غرب نيجيريا ووسطها، حيث تنفذ عمليات نهب للقرى وسرقة للمواشي وخطف مقابل فدية. وخطف أكثر من 700 تلميذ وطفل على أيدي عصابات بهدف الحصول على فدية منذ ديسمبر حسب ما ذكرت فرانس بريس. وقال نائب حاكم الولاية الحاج أحمد محمد كيتيسو إن وكالات أمنية تبذل كل ما بوسعها، لكنها لا تتمتع بالقدرات اللوجستية الكافية. وذكرت حكومة ولاية النيجر أنها لا تدفع فديات، مؤكدة على لسان نائب الحاكم: نحاول التفاوض لمعرفة كيف يمكننا إعادتهم بسلام. أقر الجيش الأمريكي بأنه قتل في العمليات العسكرية التي نفذها حول العالم في السنة الماضية 23 مدنيا غالبيتهم العظمى في أفغانستان، في حصيلة أدنى بكثير من تقديرات أوردتها منظمات غير حكومية. وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في التقرير الذي يلزمها الكونغرس منذ عام 2018 بإعداده سنويا وتنشر الجزء العلني منه بينما تبقى جزءا آخر سريا، أن البنتاغون يقدر أن 23 مدنيا قتلوا و10 آخرون أصيبوا بجروح في 2020 في عمليات عسكرية أمريكية. ووفقا للتقرير فإن الغالبية العظمى من هؤلاء القتلى المدنيين سقطوا في أفغانستان،
حيث أقر الجيش الأمريكي بمسؤوليته عن مقتل 20 مدنيا. ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن الكونغرس خصص للبنتاغون ميزانية قدرها 3 ملايين دولار في عام 2020 لدفع تعويضات مالية لعائلات ضحايا مدنيين سقطوا في عمليات عسكرية أمريكية، فإن أي من هؤلاء الضحايا لم يحصل على أي من هذه العطايا. تحاول السلطات في سريلانكا تجنب كارثة بيئية محتملة حيث تغرق سفينة الحاويات MFX براسبيرلا، دمرها حريق هائل تحمل مواد كيماوية قبالة الميناء الرئيسي في البلاد. وطلب سريلانكا من الهند لمساعدتها في مكافحة تسرب نفطي قد ينجم عن غرق سفينة الحاويات بعد اشتعال النيران فيها منذ 13 يوما قبال سواحل كولومابا. وكان خفر السواحل الهند شارك في عملية إطفاء الحريق على متن سفينة الحاويات كان قد شب في 20 من مايو المنصرم. ووفقا للوكالة الفرنسية قالت الشركة المالكة للسفينة أنها كانت تغرق ببطء بعد المحاولة الفاشلة لجرها قبال سواحل سريلانكا. وما زال خطر التسرب نفطي وسمي مرتفعا، إذ أن بيان الشحن البحري يكشف أنها كانت تحمل كميات كبيرة من مواد التشحيم بالإضافة إلى شحنات خطيرة مكونة من 81 حاوية بما فيها 25 طنا من حمض النتريك. أعلن مسؤولون في الفلبين نزوح أكثر من 2000 شخص في 18 قرية بجنوب البلاد جراء الفيضانات والانهيارات الأرضية الناجمة عن عاصفة جواي وان. وذكرت شبكة IBC الأمريكية أن السلطات أجلت آلاف الآخرين من المناطق المعرضة للفيضانات والانهيارات الطينية بمقاطعة الباي، فيما تقطعت السبل بأكثر من 3000 شخص في الموانئ البحرية بوسط وجنوب البلاد بعد تعليق الملاحة. وكانت السلطات أعلنت سابقا مصرع 3 أشخاص على الأقل جراء العاصفة. يشار إلى أن الأرخبيل الفلبيني يتعرض لحوالي 20 عاصفة وإعصارا مداريا سنويا. وتقع الفلبين في منطقة حزام النار في المحيط الهادئ، وهي منطقة نشطة زلزاليا ما يجعلها من أكثر البلدان المعرضة للكوارث في العالم. وفي الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. إصابة 37 مواطنا بفيروس كورونا اليوم. جهود فاعلة لتوفير المياه في الإقليم الأوسط. حاكم إقليم القاشبركة يلتقي سكان كركبات. نيجيريا تشهد خطف 136 تلميذا والسلطات ترفض دفع فدية. الجيش الأمريكي يقر بمقتل 23 مدنيا في عمليات نفذها حول العالم. سريلانكا تستعد لمواجهة كارثة بيئية مع غرق سفينة محترقة.